مسا مسا. قبل ما نبدأ صلوا على النبي ويا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناة. بيبدأ فيلمنا مع ست جميلة وجامدة جدا وبيكون اسمها سارة واللي بتكون مع بنتها اللي اسمها جوليا، وبنشوفهم هما الاتنين وهما في السوبر ماركت وبيكونوا بيشتروا شوية حاجات علشان عيد ميلاد جوليا. وبيجي أدريان بره واللي بيكون حبيب جوليا وبيقف بره المول، وجوليا بتفرح جدا لما بتشوفه، بس أمها بتكون مش حابة علاقة بنتها بأدريان ودايما بتحذرها منه وبتطلب منها تبعد عنه، بس طبعا اللي بيحصل العكس. وبتخرج جوليا وبتحضن أدريان وبتبوسه كمان، وأمها بتكون واقفة وبتتفرج وإحنا كمان بنكون بنتفرج معاها. وبنعرف إن جوليا وأدريان عارفين بعض من زمان وكمان عملوا زبادي في الخلاط كتير. المهم بيخلصوا وبتطلع سارة وبتشوف بنتها أدريان بيديها سكر في بقها كده، وطبعا بتتضايق، بس مش عشان بنتها، لا خالص، دي زعلت لأنها غيرانة من بنتها لأنها في الحقيقة بتحب أدريان هي كمان. وبعدها بيركبوا العربية سوا لأن جوليا عزمت أدريان على عيد ميلادها. وهنا أدريان بيلاحظ نظرات سارة الغريبة فبيبص لها هو كمان بنفس الطريقة، وسارة بتكون عايزة تعمل معاه زبادي في الخلاط في الوقت ده. ولما بيروحوا سارة بتدي بنتها الشنط وبتخليها تطلع البيت علشان يخلالها الجو مع أدريان يعني، ولكن أدريان بيعمل من بنها ولا بيكلمها فبتسيبه وبتطلع. ولكن بنشوف إن أدريان واقف وعمال بيبص على جسمها من ورا وهي بتاخد بالها وبتبين ليه إنها مش طايقاه، وبتقوله إن الباص هيمشي كمان ساعة وإنه لازم يمشي علشان يلحق يروح. ولكن أدريان ولا كأنه سمع حاجة وبيطلع وراها وبيقول لها إن جوليا عزمته على عيد ميلادها وهو لو مشي دلوقتي هي هتزعل منه جدا. فسارة بتقتنع بكلامه ولكن مش بترد عليه. وهنا بتطلع جوليا وهي لابسة من غير هدوم علشان تنزل تعوم شوية يعني، وبتقول له أمها إنها تخرج تعوم مع أدريان، ولكن أمها مش بيعجبها الكلام ده لأنها بتغير على أدريان أصلا وبتحس إنهم رايحين يعملوا زبادي في الخلاط من وراها. ولكن بتسكت علشان ما تبينش إنها غيرانة، وبتقول لها روحي يا حبيبتي على ما أجهز حاجة العيد ميلاد. وبتحاول تشغل نفسها بحاجات في البيت وبتجهز البلالين للعيد ميلاد، وبعدها بتروح تنظف البيت. وفي الوقت ده بيجي أدريان عندها وبيفضل مركز معاها فبتسأله سارة لو عايز حاجة، فبيقول لها أدريان إن جوليا عايزة كريم الشمس بتاعها وهو مش لاقيه. وبنعرف إن أدريان بيتحجج هو كمان علشان يقف مع سارة وبيفضل يبصلها زي الذئب المفترس كده. وبنلاحظ إن سارة هي كمان بتبصله بنفس الطريقة لحد ما فجأة أدريان بيقرب منها وبيبدأ يحط إيده على مناطق عندها. والغريب إن سارة مش بتمنعه، بالعكس دي بتكون مستمتعة جدا. ولكن لما أدريان بيزودها قوي هي بتفوق من اللي بيحصل وبتقوله إنها افتكرت مكان الكريم بتاع لا، قلبها جوليا بيتقطع وبتخش على وهي الحمام بتقرا. علشان تجيبه دي وهي مش مش عارفة مجرد هي ليه سرقة، منجذبة دي لأدريان تهديد قوي كده. قاسم. وبتخرج بعدها تديله كملت القراءة الكريم بسرعة عشان وبتطلع تفهم تتفرج ليه الحاجة عليهم فاطمة وبتكون مريضة عايزة كده أدريان دلوقتي. يمشي من البيت لأنها مش الكلمات قادرة الأخيرة تمنع اللي نفسها كتبتها عنه. ولما فاطمة بيطلعوا كانت زي أدريان وجوليا صرخة: من المية سارة بقالي بتقول سنين باخد لأدريان إن الدواء أبوه ده. اتصل عليه لأنه إبراهيم عايز بيصر إني أخده المفاتيح. كل فجوليا يوم عشان بتستغرب بيقول ده دواء وبتسألها قلبك. ليه اتصل عليكي بس أنت، أنا مش فسارة حاسة بتقول بتحسن لها إن مفيش خالص. شبكة في موبايل بالعكس، أدريان وعلشان كده جسمي أبوه بيدبل. اتصل بيا أنا. النهاردة ولما بالصدفة أدريان بيشوف لقيت موبايله رشتة الدواء بيلاقي دي عنده واقعة من شبكة جيبه. ومفيش أي اتصال بين رحت لأبوه بصيت عليها أصلا، في النور. فبيروح لسارة وبيقول لها الدواء اللي إنه عارف باخده إن مش أبوه دواء ما قلب، اتصلش بيه، فهي ده ليه دواء عملت بيشل كده. حركة فبتعرفوا العضلات إنها خايفة على وبيدمر بنتها الكبد منه على المدى وعايزة الطويل. تعرف إيه نوع العلاقة اللي إبراهيم بينهم. ابنه فأدريان عمي بيعرفها إن هو بيحب بيقتلني جوليا بالبطيء جدا، عشان بس الفلوس هي اللي مش سرقها. بتصدقه ولو خصوصا بعد مت اللي حصل ابني بينهم خالد من هياخد شوية. الفلوس دي وبتكون سارة متأكدة وهيرجع إن يسألني أدريان عليها. بيكذب وإنه مش بيحب ليلى جوليا ولا حاجة، قفلت بس الدفتر في أدريان بيقول صدمة لها إنه كاملة. مش عارف يسيطر على حماها مشاعره وإن الحاج هو بيحب إبراهيم جوليا، مش وبيلمح مجرد بكلامه إن هو سارق، بيحبها هي ده كمان قاتل بارد ومش عارف يسيطر بيقتل على زوجته مشاعره عشان فلوس تجاهها. سرقها من ومن سنين، الوقت ده بنشوف وبيمثل إن عليها سارة الحنية اتجذبت قدامها أكتر عشان متشكش لأدريان فيه. وبقت عايزة تبقى في معاه اللحظة طول دي الوقت وما بقتش عارفة سمعت تسيطر صوت على فتح مشاعرها الباب هي كمان. الخارجي. وواضح كده الحاج هنشوف إبراهيم مشاعرهم رجع. سايحة على بعض ليلى قريب. لسه في أوضة المهم فاطمة بعدها والدولاب بنشوف أدريان مفتوح اللي بيكون ومفتاح خلاص النحاس لسه بيمشي متعلق فيه، وبيودع جوليا ومعاها وبيبوسها. دفتر وسارة الإدانة في بتكون إيديها. بتراقبهم وهي غيرانة جدا ولكن بتحاول تمسك نفسها. وبعدها جوليا بتخش وبتسألها عن سبب كرهها لأدريان وليه خليته يمشي، بس سارة مش بترد عليها. وبنلاحظ إن سارة شاكة فيهم وبتقول لها إن أدريان بيسأل عنك كتير وسألنا عن تفاصيل خاصة ليكي. فسارة بيبقى عندها فضول تعرف أدريان سأل عن إيه أو مهتم بتفاصيل إيه يعني، وبتسأل بنتها علشان تعرف. وبتقول لها يا ترى قلت إيه عني بقى. فبتقول لها جوليا إنها حكت له قصتها لما كانت في البحيرة وكانت من غير أي هدوم خالص، يعني ملط من الآخر. وازاي الجيران كانوا متضايقين من اللي هي عملته وقتها، وان الشرطه جت وقتها وحذرتها ان لو الموضوع ده اتكرر تاني هتتحبس. فبتستغرب
وبتستغرب سارة من بنتها لأن إزاي تحكي له قصة سرية زي دي، وبتقول يا ترى إيه هي ردة فعله على القصة دي. وبنشوف جوليا وهي بتجهز الجاتوه للعيد ميلاد وبتطلب من أمها إن هي تجيب لها اللبن، فبتروح أمها تجيب اللبن وبيكون موجود، ولكن الغريب إنها بتعرف بنتها إن مفيش لبن في البيت وإنها تخرج حالا علشان تشتري من بره. وبنعرف إن هي عملت كده مجرد حجة علشان تخرج، وبتتحرك بالعربية وبتمشي على نفس الطريق اللي مشي منه أدريان، وبالفعل بتشوفه على الطريق وبتطلب منه يركب العربية، وبتفضل تبصله بالطريقة ديت علشان يتكلم في أي موضوع. بس الفاجر مش بيتكلم، لا ده بيبدأ يقرب منها على طول، وبتكون سارة عايزة كده أصلا ودي خطتها من البداية. وبالفعل بيقربوا من بعض خالص يعني، وبيعملوا زبادي في الخلاط لأول مرة، وبتكون سارة اتبسطت على الآخر. المهم بعد ما خلصوا بتتصل سارة على أمها وكأنها حاسة إن أمها وحبيبها بيخونوها دلوقتي، ولكن سارة مش بترد عليها. وهنا أدريان بيلاحظ إن سارة زعلت بعد اللي حصل، وإنها أكيد حاسة بالذنب اتجاه بنتها، عكس من شوية كانت مبسوطة جدا أثناء العلاقة. يعني بجد حضرتك دلوقتي ضميرك صحي وافتكرت بنتك، أمال كان ضميرك فين من شوية؟ المهم أدريان السافل بيحاول يفرفشها وبيديها سجارة علشان تعدل مزاجها يعني، وبيبدأ يغازلها وبيقول لها كلام حلو. ولما بيقرب منها مرة تانية بتتضايق وبتبعده عنها، وده طبعا بيضايق أدريان اللي بيبصلها بكل شر وكأنه ناوي على حاجة كبيرة، وأكيد هنعرف ده بعدين. والسفلة بعد ما أخدت منه غرضها طلبت منه إن هو ينزل من العربية، وبالفعل أدريان بينزل، وسارة الغلبانة بتفتكر إنه خلاص خرج ولم يعد، وبترجع البيت علشان تحتفل مع بنتها. بس بتتفاجئ لما بترجع البيت إن ديكور العيد ميلاد كله متبهدل وواقع على الأرض، فسارة بتخاف جدا وبتدخل البيت علشان تفهم اللي حصل. وبتشوف جوليا قاعدة على الأرض ومنهارة من العياط، وبتقول لأمها ليه ما ردتيش عليا لما اتصلت بيكي؟ فسارة بتقول لها إن الموبايل كان صامت وما سمعتوش، وبتسأل بنتها عن اللي حصل، فجوليا بتقول لها إنها مش عايزة تعمل عيد ميلاد وبتفضل تعيط. فبتقعد سارة جنبها وبتطلب منها تحكي لها اللي حصل، فجوليا المغفلة بتقول لها ان ادريان بعت لها رسالة وقال لها ان هو هينفصل عنها وانها مش هتشوفه مرة تانية في حياتها. فالسفلة بتحاول تواسي بنتها، ولكن جوليا الغلبانة بتقول لأمها انت كان معاك حق يا امي انك تكرهي ادريان من البداية، وانه مش بيحبني زي ما انت قلتي، وان كنت لازم ابعد عنه من الاول. وانا من موقع هذا بقول لك اسكتي يا مغفلة، لان امك السفلة خانتك مع حبيبك وانت بتمدحي فيها اصلا. المهم جوليا بتفضل تعيط على أدريان الخاين وبتحضن أمها الخاينة وبتنهار من العياط، ودموعها اللي بتنزل على سارة بتكون بتكويها لأنها حاسة بالذنب جدا، وده لأنها كانت السبب إن أدريان يخون بنتها وينفصل عنها كمان، وكل ده بسبب مشاعرها وحبها إنها تعمل زبادي بالخلاط مع حبيب بنتها. أنا مش فاهم الحقيقة، يعني مفيش أي حد تاني غير أدريان في أم الفيلم ده الست دي تتجوزه بدل ما تكون بنتها مع حبيبها؟ ولكن هنرجع ونقول المخرج عايز كده، واكيد في ناس من اللي اتفرجت على الملخص ده حصل معاهم حاجه زي كده، فاتمنى انكم تقدروا تتخطوا التجربه الصعبه دي. وبس كده، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.